عن أبي موسى قال سألت ابن عباس أي الصدقة أفضل؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اسق الماء، ثم قال ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء. وروى عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. ولذلك في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة دواء للمرض. ثم قال البيهقي رحمه الله وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح في وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس في التأمين. فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قال فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء بنيت على باب داره، فلما فرغوا من البناء أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء أي الثلج، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. انتفع أكثر بالصدقة أكثر من دعاء المسلمين له. فالخير يبذل والمعروف يعطى، فالبر لا يبلى والخير لا ينسى، وكما تدين تدان.